little لو عايز تنطق صح اسمع كتير. انا النهارده جاي اقولك ان الكلام ده بطيخ. اهلا بيك، انا فدوى TEFL Certified English Instructor، وهدفي انه الناس تتعلم اللغه بسهوله وبساطه جدا. يلا بينا نبدا. ازاي اتعلم نطق من الافلام، وليه مهما بشوف افلام كتير الاكسنت بتاعتي بتفضل زي ما هي. تعالى الاول نعمل تجربه. انا هوريك جمله، عايزاك تقراها وتسجلها لنفسك، تقراها بصوت عالي وتسجلها لنفسك. جهز الموبايل ريكوردر وتعالى تاني. استعد. طيب افتح الريكوردر وقول الجمله دي. حلو، قولها تاني. تمام، دلوقتي هتقول نفس الجمله بس هتقولها ورايا وعلى الريكوردر برضه. استعد. What are you gonna do؟ تاني اسمع وقول ورايا. What are you gonna do؟ What are you gonna do؟ What are you gonna do؟ طيب، وعايزاك تسمع كده انت قلت ايه. انت في الغالب قلت What are you doing؟ What are you doing؟ What are you doing؟ تمام؟ صح؟ الريكوردر بيأكد على كلامي ولا لأ؟ أنا كنت بقول What are you gonna do؟ وانت بتكرر ورايا وبتقول What are you gonna do؟ طيب ليه ده حصل؟ تعالى نلقي نظرة على اللي بيحصل هنا. هنا المشكلة وهنا الحل. خلينا نتفق اتفاق. انت كشخص مدرك وعارف وفاهم انه في لغات كتير في العالم، مظبوط؟ لكن على الجانب الآخر مخك فاكر انه مفيش غير لغة واحدة، وان اللغة دي هي العربي. بالنسبة للمخ في صندوق في المخ اسمه لغة، والصندوق ده عربي. تمام؟ يبقى اللغة هي عربي، والعربي هو اللغة، وأي حاجة لغة فهي عربي. ده بالنسبة لطريقة مخك في شوف الموضوع. وبناء عليه أي حاجة بتتقال أو بتتقري أو بتيجي جنب حيز اللغة في الدماغ، مخك بيشوفها بالعربي أو بيصنع منها عربي، حرفيا بيحولها العربي. دي أول معلومة عندنا هنحطها على جنب عشان نجمع المعلومات كده جنب بعض ونستنتج منهم استنتاج. تاني حاجة، بص كده معايا على الصورة دي وقولي شفت ايه. كورة، واضحة قوي اللي هو بتتكلمي في ايه. كورة سهلة. طب بص كده على الصورة دي. بالظبط، أشكال هندسية، دايرة، مثلث، مستطيل، مظبوط. الصورة الأولانية دي مش كورة، دي عبارة عن أشكال خماسية بتطفو في فضاء من اللون الأبيض. مش كورة ولا حاجة، صح؟ طيب بالنسبة للصورة دي مجرد زوايا وأقواس. انت ليه شفت دي دايرة؟ هي مش دايرة، هي أقواس. كان ممكن تكمل نجمة مثلا، كان ممكن تكمل وش مثلا، كان ممكن تكمل أي حاجة تانية، أي شكل تاني. بس ليه عقلك شافها دايرة؟ لأن يا عزيزي في بعض الأحيان عقلك بيضحك عليك. دي أحد الاشتغالات العديدة للعقل، والاشتغالة دي اسمها في علم النفس قانون الإغلاق والسياق، closure. بعبارة أخرى، لما عقلك بيشوف حاجة، معلومة ناقصة أو معطيات ناقصة، بيكملها بأقرب حاجة من عنده، أقرب حاجة في الذاكرة بتاعته. فأنت تكون عينك شايفة أقواس بس عقلك مترجم دايرة، عينك شايفة خطوط وزوايا بس عقلك مترجم مثلث. وده حرفيا في كل حاجة. علشان كده ما ينفعش مثلا نسمع كلام عن حد أو نشوف تصرف واحد من حد فنحكم عليه. إنه دلوقتي إحنا عارفين إنه مخنا بيعمل قصة كاملة وبيوهمنا ان ده اللي احنا شايفينه، بيوهمنا انه ده المنطق وده الحقيقه، بينما كل ما في الموضوع ان في معلومات ناقصه في القصه مش واضحه قدامي، فمش المفروض ان انا احكم على اساسها. طيب ده ايه علاقته باللغه؟ بصي يا سيدي، دلوقتي احنا اتفقنا انه مخك شايف ان كل اللغات عربي، صح؟ وفي العربي احنا بننطق اللي بنقراه، مظبوط؟ مفيش خدعه، الكلمه اهي نطقها هو نفس الحاجه، نفس الظاهر زي الباطن. ما عندناش لف ودوران في العربي. وبناء عليه انت النهارده لما تشوف جمله زي دي تلقائيا هتقراها كانك بتقرا عربي، فهتنطق كل حرف. فهتقول what are you going to do. ما فيش حاجه، احنا في ايه ليه محسين ان في خدعه في الموضوع وهو فيه. فانا لما اجي اقول لك، انت شايف الجمله اهي، فانا لما اجي اقول لك what are you gonna do what are you gonna do what are you gonna do، فأنا هنا سقطت حروف.
فمخك هيخليك ما تسمعش اساسا اللي انا قلته، لانه شايف الجمله، انت شايف الجمله وبيقيس على العربي. مخك هيقولك هي قالت what are you going to do، بس انت سمعت غلط. قانون الايه؟ قانون الاغلاق، في معلومه ناقصه هنا، فيبدا هو يكملها من دماغه. فلاقيني انا بقولك قول ورايا what are you gonna do، فانت تقول what are you going to do، فاقول لك لا هي what are you gonna do، فانت تقولي what are you going to do. ايه الفرق؟ ايوه انت مش شايف الفرق علشان مخك بيضحك عليك. لكن لما اجي النهارده اقول لك اللي انا قلته كان كده، انا قلت ورا مش وتار، ما قلتش you، قلت you، ورا you، ورا you، ورا you. ما قلتش going to، قلت gonna، what are you gonna. ما قلتش do، قلت do، what are you gonna do، what are you gonna do، what are you gonna do. تعرف تقولها؟ سجل لنفسك وقارن. what are you gonna do. شفت الفكرة؟ طيب الحل في الموضوع ده ايه؟ رقم 1 انك تدرك ان احنا في الانجليش بنكتب حاجة وبنقول حاجة مختلفة، فانا عايزاك تشيل الربط ما بين اللي بيتكتب واللي بيتنطق في الانجليش، ده مش عربي. مثلا بنكتب كده وبنقول else، بنكتب كده وبنقول do، بنكتب كده وبنقول chaos. ايه جاب لجاب؟ ايه جاب لجاب؟ انا مش فاهم، او مش مهم. احنا دلوقتي بقينا فاهمين ان احنا بنكتب حاجه وبنقول حاجه، فانا مش هقع تاني في الفخ ده. هقول الكلمه ده السبيلنج بتاعك، شكرا، بحترمك، ولكن انا اسف، هروح للديكشنري اشوف بتتنطق ازاي. انا ما بنطقش الكلمه، انا بنطق الصوت. 2 بقلد اللي بسمعه زي الاطفال، مش بقلد السبيلنج اللي في دماغي. على سبيل المثال عندي كلمه زي دي وسمعتها بتتقال، هي قالت sorry 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 sorry، انا شايف sorry، فانا هقول sorry مش هقول sorry. ما تصدقش عينيك، صدق ودهنك. بنسمع كأننا بنسمع لغة ما نعرفهاش ولا شفناها قبل كده. اسمح لنفسك تتعرف على اللغة من اول وجديد. انت ما تعرفش انجلش قبل كده، انا بسمع كأني بسمع مزيكا، كأني بسمع اول مرة، بنسى اللي فات وبسمع بنوع من الفضول للاصوات. انا بكتشف الاصوات دي كده بتقول ايه، بتتعمل ازاي. سمعت بفضول، ابدأ قلد بقى، قلد اللي سمعته بالظبط. وعلى فكرة هي مش هتيجي من اول مرة، يعني دي حاجة بس خليك عارفها. لما اسمع صوت وابقى مدرك الصوت زي ما هو كده لأول مرة، لما احاول انطقه في الغالب مش هيجي، ولكن مع المحاولة والتكرار والتكرار والمحاولة الصوت بيجي. لما انا كنت بتعلم انجلش، الصوت اللي هو الامريكان تي اللي هو اقرا خد مني 3 ايام براكتس مستمر. كان في كلمة زي little مش عارفة اقولها، كنت عمالة اقول little مش عارفة اقولها لحد ما في الاخر ظبطت. دلوقتي انا بقولها بكل سهولة little لو انا اقدر اعمل ده فانت تقدر تعمله. اخر حاجة ودي حاجة مهمة جدا، اوعى توصل لمرحلة ان انت تكون حاسس ان انت خلاص وصلت وفهمت. دي مرحلة خادعة جدا بنقع فيها احنا كإنجليش تيتشرز اكتر من اي حد تاني، ان انا خلاص بقيت ادفانسد، فانا ابطل اشوف الكلمة في الديكشنري بتقول ايه، ابطل اسمع كأني طفل، ابطل اعمل الحاجات دي. هتلاقي مستواك بينحدر. لو انت مش محافظ على صفة الطالب فيك حتى في اكتر حاجة انت بتفهم فيها المعرفة هتبدأ تنحدر. احذر من الفخ ده ارجوك. طيب ده احد التكنيكس اللي بنتمرن عليها في البرونسيشن كورس، من ضمن التكنيكس تانية كتيرة. الكورس ده من الكورسز اللي انا بحبها جدا. بنبدأ الاول نتعلم هو احنا ليه بننطق غلط اساسا، وبنبص بصة كده على السايكولوجي بتاعتنا فيما يتعلق بالحتة الصغيرة دي، وبنتعلم تكنيكس بسيطة جدا ولكن فعالة جدا. وطبعا بنبدأ ناخد قواعد لنطق قاعدة ونطبق عليها، بحيث مع وصولك لنهاية الكورس بتكون already اتمرنت وشربت القواعد دي. انت already اتمرنت عليهم واحدة واحدة لحد ما بقوا كلهم مع بعض. ممتنة ليك قوي ان انت شفت الفيديو للآخر. بدعوك انك من فضلك تبدأ تطبيق حالا. افتح فيديو بالانجليزي وابدأ طبق الخطوات اللي احنا اتعلمناها في الفيديو ده. لو استفدت من الفيديو احب اعرف ده منك بان انت تعمل لايك
لو عندك سؤال او حاجة تحب اتكلم عنها او تعرف عنها، من فضلك عرفني في الكومنتس، هكون مبسوطة بان انا اساعدك واجاوب عليك. That's it. Make sure to have a beautiful day. اشوفك الفيديو اللي جاي. نبدأ بقى I think، صح ولا ايه؟ shirt. في البولوفر. انا هوريك جملة عايزاك تاني. مش قادر، الحمد لله. تاني. oh my god. جهز الموبايل ريكوردر. 1 2 3 4 5. ايوه، اشكال خماسية. مطقش الكلمة. oh my god. خايفة اتكلم يزمروا. انا منطقش الكلمة. I love it. تاني. انا ما بنطقش الكلمة، انا بنطق صوت الكلمة.